لو عاوزه ابنك يحفظ اكتر من 3000 كلمه وعمره ما ينساهم بسهوله، يبقى لازم تجيبي له الكتاب ده كتاب فوكابي في اهم 3000 كلمه حياتيه متقسمين في 65 موضوع. طب هتقولي لي عمره ما هينساهم ازاي؟ انا ابني بينسى اي حاجه. ما ابنك مش هينساهم، لان الكلمات دي موجوده، كل كلمه محطوطه في صوره بتعبر عنها. مش بس كده، الكلمه نفسها محطوطه في جمله. يعني ابنك هيشوف الكلمه اللي حفظها وهي محطوطه في جمله بتبقى عامله ازاي. هتقولي برضه هينساها، هقول لك في تمارين. يعني هيحفظها ويسمعها بصوتي بالامريكان اكسنت، وكمان احطها له في جمله وهينساها. في تمارين، ما تقلقي، كده مش هينسى، مش هينفع ينساهم اصلا. وفي بقى مفاجاه خطيره جدا موجوده في الكتاب ده. في اخر الكتاب، في اخر 20 صفحه تحديدا، هتلاقي اهم 200 ايديومز موجودين بالانجلش. مش عارفه الايديومز؟ ها، مش مشكله، دي الامثله الشعبيه موجوده بالانجلش. اقلب القدر على فمها تطلع البنت لامها، الواد طالع لابوه. الحاجات دي كلها، الحاجات دي بتخلي الانجلش بتاع ابنك كأن عليه مكسرات كده، بيكون شكله حلو جدا وهو بيتكلم انجلش. تقدري تطلبي له الكتاب ده ويجي لك لحد باب البيت. سيبي لنا مسج او كومنت وهنبعت لك التفاصيل. سلام.